الثلاثي اللي موجودين في نص الملعب مع الرباعي الدفاعي تتطلب جماعيه من شكر نجيب وكمان احمد بدولي على طرفين الملعب علشان ترى طرف ملعب فرقه الرجاء الاماميين ويفتح مساحات كتير جدا هتكون في صالح دكه بدلاء الاسماعيلي لان عندهم سرعات موجوده، عندهم ارين بابل ممتاز في سرعته، ده ممكن يكون احد الحلول الجيده. يعني انت تتوقع التقدم للاسماعيلي؟ هو مش توقع، هو تمني. هو احسن كلام. هو مشاهدينا الكرام في المحطه قبل الاخيره من كاس محمد السادس للانديه العربيه. شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا للكابتن خالد بيومي، شكرا للكابتن نبيل الداودي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان، يحاول سفيان رحيمي أن يتحدى الظروف بأن جماهير الفريقين تحتاج إلى بسمة في ظل ظروف صعبة حقيقة يأتي من خلالها مثلا الرجاء بعد وداعه لكأس دوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي. هنا الكرة العرضية، هنا التمهيد لهذه القادمة من خسارة. الرجاء يضغط، الرجاء يحاول إلى عبد الإله، عبد الإله وقف ينتظر المساندة تأتي من محسن متولي اللاعب ملعب المعتاد بالتأكيد اللي شاهدنا مباريات السابقة فيه. ملعب بدأ محسن متولي الآن، عبد الإله مذكور ممكن العرضية، الكرة بتتحول مرة أخرى محسن متولي والكرة العرضية، لكن الكرة أيضا ابتدارة تصرف الأوضاع. الآن الكرة بتصل من جديد، ممكن تصويبها الكرة إلى الآن. اللاعب يلتفت ماذا سيقدم هشام بوشروان مع هؤلاء اللاعبين في ظل غياب عبد الإله حفيظي، في ظل تواجد مالونجو في دكة البدلاء. الكرة بتصل في استلام، طالت الكرة في اللقطة الماضية. عبد الإله مذكور ممكن العرضية، الكرة العرضية العالية لو عدت خطيرة، عدت يا سعداوي. الكرة أخرى جبيرة بيرسل لها كرة وصلت في نص الملعب، وصلت إلى خارج الملعب. في الموسم الماضي أيضا كان اللاعب المريخ ب7 أهداف أيضا. محمد عبد الرحمن السوداني هو هداف البطولة. من الصعب على محسن متولي ربما اللحاق برومارينيو، لكن لا شيء. والآن في التمريرة كانت من مدبولي، عادت من جديد، الكرة تصل مرة أخرى فيها كرة عرضية. نشوف اليوم ونتابع الكرة العالية، لكن هذه اللقطة، هذه اللعبة، هنا الوقوف، هنا التحضين، ممكن العرضية، عرضية كانت من سفيان رحمكم في دكة البدلاء، لكن ماذا عن الحضور؟ ماذا عن الأساسيين يا رحيمي؟ سفيان استلم، سفيان وقف، متولي استلام، الكرة البينية مقطوعة. الله على محمود دونجا، والكرة تعود بعد ذلك استلام من فخر الدين شكري، التحرك عن طريق اللاعب مدبولي استلم هذه الكرات المرتدة. لكن الجليعة البطولة في الملعب والكرة تصل إتاحة الفرصة من حكم المباراة. فريق الإسماعيلي أستطيع أن أقول بأنه حتى الآن ينجح إلى حد كبير، إلى حد كبير. شوف الوقوف على الكرة، هذه اللقطة التي يحاول فيها الآن رضوان شريفي، رضوان بيرسل كرة في نص الملعب باتجاه شكري نجيب، بيرسل كرة عن طريق عماد حمدي مقطوعة، ترجع مرة ثانية محمود دونكا، بيرسل كرة إلى مدبولي، حمدي معاه، مرة دونكا معاه، الكرة بترجع. لسه ما شفنا زكريا، لسه ما شفنا محسن متولي كثير. هذا محسن هنا السقوط به أساسيا. عبد الإله عرضية عدت خروج خاطئ يا صبحي، لكن المدافع كان موجود. الكرة بترجع محسن متولي في نص الملعب، هذا مكلفة. الله على الهروب، الله على سفيان رحيمي. بعد ذلك التمرير في هفوة راح تأتي، في غلطة ممكن تأتي، من الصعب أن تدافع. بعيد يرسل كرة عالية، الكرة طالت على نوح السعداوي. دونجا موجود، الكرة بتتحول الآن في مكان باتجاه شكري نجيب. فخر أن يعيد الفوز فيها، عرضية عالية أقصى اليسار، لو عدت الآن، وصلت في الجهة اليسرى لجبيرة، يحاول عبد الجليل، لكن يا سلام على التغطية. شوف مدبولي يدافع بحالة اهتزاز كبيرة قبل المباراة بظروف لمسة من فخر الدين بن يوسف، بيلعب الكرة في مكان إلى مدبولي، هذه ممكن عدى، لكن الكرة بعد أحيانا، لكن هذه الكرة بطول وبتصل في مكان الآن يتركها إلى ضربة ركنية. اللاعب الواضح كان رحيم
5 إلى 6 لاعبين، رأسية والدفاعات تبعدها. دونجا موجود، الكرة تعود مرة أخرى، المدافع الأصفر لملا، كلاهما يردد لملا. فخر الدين بن يوسف، الكرة مقطوعة تعود من شكري نجيب، ولكن أيضا لكنها لا تلغي بأن الجيل كان جيلا ذهبيا. الكرة بترجع الآن في نص الملعب، حكم، لكن يا سلام يا سلام على قطع الكرة من محمد عمار. الكرة بترجع بعد ذلك مرة أخرى إلى عبد الإله مذكور نهائية. الكرة بترجع مرة أخرى لأن فريق الرجاء سيظل يحاول، وهذه الكرة بتتحول إلى ضربة فيها أحمد، فيها مدبولي، فيها تصويبة للدراويش. الله على التدخل، عادت من جديد المرمى خالي، المدافع يصبح حارس آخر. الكرة الصراع مستمر، ومحسن متولي بيرسل كرة عرضية رأسية، مستحيل ضاعت. حول الآن، لكن الضغط يأتي، الله على محمد بيومي، لكن الضغط يأتي، ركلة جزاء. يا لها من لقطة، يتقدم محسن متولي، يا رب